ازيكم عاملين ايه يا احلى واجمل اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا في اتم صحه وفي احسن حال. النهارده كده بقى معانا فيديو جديد، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. اقول لكم وحشتوني جدا جدا، بقالي كده حوالي كام يوم ما نزلتش لكم فيديو. بصراحه قلت لا اقوم اتشجع واعمل فيديو كده معاكم يكون حلو ويعجبكم ان شاء الله. عايزاكم كده لو عجبكم الفيديو ما تستخسروش فيا اللايك والكومنت الجميل زيكم، واشتركوا في القناه عشان يظهر لكم مني كل جزء انا بنزله. هنا طبعا كنت لسه صاحيه من النوم، فعملت بلح بلبن. قلت اشرب لي كده الاول كوبايه بلح بلبن. حطيت عملت بلح بلبن، وبعد كده حطيت كده الميه وهقعد اشرب كوبايه اللبن. عايزه اقول لكم كوبايه البلح بلبن دي بتبقى تقيله جدا، فاكتفيت بيها بصراحه وقعدت عليها طول النهار يعني لما بشربها. عايزه اقول لكم بعملها بتبقى طعمها حلو جدا. البلح كتير موجود كتير في السوق، فممكن تجيبوه. هو طريقته سهله جدا. انتي بتفصصي البلح اللي هو الأمهات ده اللي هو الأسود، بتفصصيه وبتشيلي منه القشر، وبعد كده تحطيه في الخلاط وتحطي عليه اللبن. ما تحطيش طبعا سكر خالص علشان هو بيبقى مسكر جدا. بس كده وعملت لي كوبايه البلح بلبن، وبعد كده قمت بقى اشوف ايه اللي ورايا. عندي يوم طويل جدا جدا، فقلت اخدكم معايا بقى المشوار الطويل دوت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزة اقول لكم هنا طبعا كنت عايزة اغير الفرش بتاع السرير. وكان متبهدل بقاله كده حوالي كام يوم، فمش عاجبني كده. عايزة اقول لكم ان هو كمان لونه فاتح، فهو بكتيره قوي يومين علشان خاطر لولي القمر على طول قاعدة هنا على السرير بتلعب كل حاجتها في الأوضة ديت. فعلشان كده تلاقوني على طول بعمل فيها الروتينات، لأن قعدتنا كلها في الأوضة ديت يعني. فيها التلفزيون وفيها التكييف وفيها كل حاجة، وبصوا وجنب المطبخ وجنب جنب كل حاجة، فهي دي اللي على طول قاعدين فيها. مش بنقعد خالص في الصالة يعني. ممكن الصالة والأوضة بتاعت لولي اللي هي أوضة الأطفال، عايزة أقول لكم إن دي بنخشهم زيارة، يعني اللي هو أخش مثلا أجيب هدوم للولي في الريسبشن لو حد خبط لو كده فاهمين، لو طالعين مثلا من الشارع فبنستريح فيها. كده اللي هو الصالة وغرفة لولي دي طبعا على طول كده زيارات بسيطة. لكن هنا على طول قاعدين، عشان كده انتوا هتلاحظوا مثلا ان انا على طول بعمل هنا روتينات، فهتلاحظوا يعني ان على طول هنا بعمل روتينات. فعشان كده احنا على طول دايما قاعدين هنا. عايزه اقول لكم ان لولي كانت تعبانه شويه، فبصراحه كانت منامني جنبها وما كنتش قادره اقوم اعمل اي حاجه. كان عندها شويه برد، بقى بصراحه ما قدرتش اقول لكم تزهقوا مني وكده، فهي كان عندها شويه برد عشان كده ما كنتش عارفه اصور خالص. بقى لي كام يوم ما صورتش بصراحه، فلما لقيتها شدت حيلها كده فبصراحه قلت اصور الفيديو. طبعا في تعب جامد قوي، واليومين دول هيبقى برد بقى والحاجات دي عشان دخلت الشتاء. فهي انا بصراحة يعني اي حد مثلا بيشوف طفل ف بيبوسوا ولولي نفس الكلام. عندي مثلا اخواتي وكله بيحبوها فبيبوسوها، فطبعا ممكن تكون اتعدت من اي حد او هي حاجة لوحدها يعني. فانا ما بقدرش طبعا حتى لو هي تعبانه او حد، بس فانا ما بقدرش بصراحه اكسف اي حد. مش عارفه، لا ما اقدرش اكسف حد. فالحمد لله يعني هي راقت، خدت كده كام يوم وراقت الحمد لله، وانا رقت معاها. عايزه اقول لكم لما الطفل بيتعب انا بتعب معاها، لان هي بتفضل قاعدة وانا جنبها، يعني هي عايزاني انا بس مش عايزة اي حد تاني. فبفضل بصراحة قاعدة معاها وبفضل بعمل لها ينسون وحاجات دافية. عايزة اقول لكم طبعا المدارس داخلة. انا ما عنديش مدارس عشان لسه لولي صغيرة. بس بقى يعني الله يكون في عون بجد الأطفال اللي هي رايحة المدارس. عايزة أقول لكم إن الجو البرد بقى، على ما أعتقد سمع في كورونا والكلام ده، فربنا يا رب يحفظهم يا رب ويخلي كل طفل. وهي بقى لولي لسه بيبي صغيرة، لسه ما راحتش ولا الحضانة ولا راحت أي حاجة.
فممكن بقى الأطفال اللي بيروحوا مدارس دي مثلا لازم أهم حاجة تهتموا بالأكل بتاعهم، السوائل الخضار أهم حاجة في الكلام ده يعني، علشان الصحة تبقى كويسة وهما بيصحوا من بدري والكلام ده. طبعا لولي لما تروح المدرسة أنا هعمل نفس الكلام ده. صحي قشطة، هي نايمة على إيدي ونايمة بقى إيه، ولسه واخدة شاور ونايمة مبسوطة. بس كده. أنا زي ما انتوا شايفين الأوضة كانت متبهدلة. عايزة أقول لكم يعني هي بالظبط يعني ممكن يومين وتالت يوم الصبح أشيل الفرش، لأن احنا دايما قاعدين نايمين أكلين شاربين في الأوضة هنا، ما بنخرجش منها خالص. فيها كل احتياجاتنا، فلازم طبعا تكون ايديا فيها دايما، لان احنا دايما على طول قاعدين فيها. هنا طبعا لولي على طول تبقى واقفة هنا مثلا تشرب العصير اي حاجة، فطبعا ايدها تبصم والكلام ده، فلازم برضو اظبط كده الدنيا. عايزه اقول لكم ان انا عايزه انزل ان شاء الله، مفيش وقت بجد والله، رغم يعني قاعده مش بعمل حاجه بس مفيش وقت. عايزه ان شاء الله انزل اجيب مفارش، علشان المفارش دي زهقت منها. في مفارش في دماغي، فان شاء الله هنزل اجيبها واجيب حاجات كتير كده انا كنت محتاجاها في الشقه كلها يعني، فهجيبها حاجه فاجئة. بصوا بقى هنا كانت صاحيه، كانت رقت شويه الحمد لله. بصوا بقى هنا انا حبساه هنا بجد بجد مش بهزر، انا حبساه في السبت السبت بتاع الغسيل، هو في غسيل، فهي انا عايزه اروق وكده وهي مش عايزه تقعد. الحاجه اللي انا هي عايزه تمسك المكنسه، عايزه تطبق اي حاجه انا بعملها هي عايزه تعملها. فانا قلت عشان استريح منها واخلص على طول، بجد قلت السبت ده انا اصلا كنت مخرجاه ان انا كنت هفضي منه الغسيل لانه كان مليان غسيل. فقلت ايه بقى، لا انا هحطها ايه، انا بهزر معاها وبلعب وكده، فبقول لها تعالي اقعدي هنا في السبت، قالت لي ماشي يا ماما. فقعدتها لقيتها اللي هي ايه مبسوطه وخايفه. بس انا عايزه اقول لكم ان انا حاطاه هنا كده على باب الاوضه، يعني هي شايفاني وبنتكلم وكل حاجه. بس بقى انا ايه والله الفكره دي عجبتني، لان كل ما اعمل حاجه هحطها في السبت وهحط لها العبها واقعد اتفرج على ايه، انا وهي كده نقعد نساير بس من بعيد البيت، عشان هي اديها زي المفراق. تلاقيني هي مثلا انا ماسكه الملمع بتاع الخشب، فهي عايزه تمسكه، وانا ماسكه اي حاجه انا ماسكاها هي عايزه تمسكها معايا. ليه ومش ليه فهي ملهاش دعوه، هي عايزه تروق مع ماما. بس كده. وده كده كان الروتين بتاعي في غرفه النوم. عايزه اقول لكم كده، عايزاكم بقى لو وصلتوا لغايه هنا ما تستخسروش فيا لايك وتكتبوا لي كومنت جميل زيكم وقمر كده زيكم. خلاص عايزه اقول لكم ان هنا ما ينفعش، استحاله استحاله ان انا احط اي ميك اب، لان لولي عايزه تحط من الميك اب وعايزه آه، تتمكيج والكلام ده، فانا شايله خالص بعيد عن ايديا، شايله في الضرف عندي يعني، شايله كده جنب الهدوم، فحاطه كده في الضرفه، لان هي بتطلع على البوف، فبتطلع على التسريحه واجيب الميك اب من الضرفه من التسريحه. بس باينه. تعالوا بقى اقول لكم سر الملوخيه بجد بجد، حاجة حلوة جدا لما تجيب الملوخية. عايزة اقول لكم الملوخية ب5 جنيه الكيلو، حلوة او يا بلاش والله، ارخص حاجة في السوق. عايزة اقول لكم ان انا نزلت اجيب بصوا انا جبت ايه اقول لكم، جبت هنا الملوخية جبت 5 كيلو ب25، وجبت كيلو بصل ب25، وكيلو طماطم ب25، وجبت كيلو خيار، الخيار ب16 جنيه، وجبت عصمتين خضرة ب100 جنيه. دفع 110 بالظبط، دفعت 110 وما جبتش حاجة. أنا ما جبتش حاجة بجد ما جبتش حاجة، يعني خيار وقوطة وبصل، يعني أنا جايبة كيلوات. عايزة أقول لكم أنا كنت زمان يعني مش زمان يعني، أو زمان أما كنت عند ماما أو أول ما اتجوزت كنت بنزل مثلا ب500 جنيه بجد بجد، بملأ المطبخ مشتريات يعني من لحوم فراخ. كنت مثلا بجيب فراخ، بجيب كيلو البانيه كان عامل 50 جنيه، وأول ما اتجوزت يعني كيلو البانيه كان ب50 جنيه. وكنت بجيب مثلا فرختين بلدي كانوا بيقطعوا مثلا 250 جنيه.
وكنت بجيب بقى ايه 5 كيلو طماطم ب20 جنيه او ب15 جنيه بجد يعني. 3 كيلو بصل ب10 كنت بجيب 6 كيلو. لكن دلوقتي بصراحة الخير قل جدا جدا والحاجة غالية. عايزة اقول لكم ان انا نزلت السوق اتصدمت بجد اتصدمت. من يعني انا كل يوم بنزل بس اما نزلت ولقيت نفسي انا مش جايبه حاجه. ما جبتش حاجه من السوق. انا جبت الحاجات اللي انا قلت لكم عليها ديت، وجبت زبادي وجبت لبن بلدي. وجبت ايه تاني بالتلو لي؟ جبت زبادي وجبت لبن يعني بجد والله. انا صرفت 210 ما جبتش حاجه. اللي هو كيلو لبن 6 7 كوباية زبادي كده، حاجات اللي هي بسيطة، جبنة رومي وحاجات بسيطة جدا اللي هي أصلا في يومين أو 3 أيام هتكون خلصانة. بس كده. تعالوا بقى نقول لكم ايه. مسكت بقى الملوخية قطفتها زي ما انتوا شايفين كده. وهي هغسلها بقى هنا. اللحظة دي طبعا لازم اغسلها كويس جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هو بقى اغسل واصفي. هغسل واصفيها اغسل واصفيها اغسل واصفيها لغاية لما الاقي المية بتاعتها نتفت. عايزة اقول لكم ان انا ان شاء الله هجيب ملوخية تاني. بحبها جدا. بحب الملوخية جدا وبحب الملوخية الخضراء وبحب الملوخية الناشفة. انا الحمد لله بحب كل حاجة. بحب الملوخية الخضراء وبحب الملوخية الناشفة. فقلت بصراحة هي سعرها حلو وهي حلوة ونضيفة كده وورقتها جميلة جدا. بس المية اغسلها بقى كذا مرة تاني. فقلت بصراحة عايزة افرزها. فقلت اجيب كده يعني حبة تاني زيهم كده مرتين تلاتة. عايزه اقول لكم بقى الحاجه غاليه. عامله التلاجة عامله الفريزر بايه؟ عاملاها بملوخيه يا ولاد والله. هنا بقى انا برضو باقي الملوخيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا رب واتوب اليك. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هفضل بقى طبعا اغسل 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 لغايه لما يبان لها صحاب ويبان لها ام واب وكل حاجه لغايه اما بصوا تبقى الميه شفافه. طبعا اما قعدت كده فصصتها خدت وقت مني. فضلت واقفه افصصها. قلت لو قعدت مثلا لولي عايزه تعمل معايا. فقلت مش مشكله. جبت المفرش اللي بناكل عليه وحطيته وقعدت انا وهي بقى قطفي بقى ويا اللي اي حد يجي يشوفنا كده قاعدين انا وهي بقى في الارض والدنيا تتبهدل. قلت مش مشكله بدل ما انا مش هينفع افضل واقفه افصص 5 كيلو ملوخيه او اقطف 5 كيلو ملوخيه وانا واقفه. فخدتها كده ورحت بقى قطفتها. بعد كده رجعت لكم تاني هنا بقى غسلتها غسله كويسه وسبتها تتصفى جدا جدا جدا. انا هنا انا مش عايزاها تاخد مكان في الفريزر عشان انا زي ما انتم عارفين انا ما عنديش الا التلاجة بس يعني الفريزر بتاع التلاجة. فانا حتى لو عندي فريزر اللي هو الكرير يعني الفريزر ال5 درج. فانا برضو مش حابه اعملها في الخلاط. عايزه اقول لكم انا بعملها على طول في الخلاط وبعملها لماما على طول في الخلاط. بس انا بحب الطريقه ديت. بحبها. عايزه اقول لكم بتطلع الملوخيه حلوه وفي الخلاط بتطلع جميله بصراحه يعني. بس او في الكبه يعني في الخلاط او في الكبه. عايزه اقول لكم ان انا الكبه بتاعتي بايظه وكل ما اروح الشركه فيقولوا لي لسه الحاجات بتاعت الصيانه بتاعتها ما جابوش ال قولوا معايا. ما جابوش الحاجه اللي هي اللي بايظه في الكبه الخلاط بتاعي. فكل ما اروح يقولوا لي لا اما نجيبها هنتصل عليك واما نجيبها هنتصل عليكي ومحدش بيسأل فينا. بس كده. فقلت بصراحة أنا كده كده كنت عايزة أعمل الملوخية اللي أنا أخرطها كده في الصينية بالمخرطة علشان مش عايزة تاخد مكان. لأن أنا زي ما قلت لكم هجيب كمية فمش عايزاها بصراحة تاخد مكان. عايزة أقول لكم الملوخية اللي هي بتاعت الشهر ده حلوة جدا. لما تستني الملوخية اللي هي بتاعت الشتاء عايزة أقول لكم بتبقى مليانة طينة وبتبقى صغنونة كده قد العقلة الصباع. بتبقى صغيرة وبتبقى مليانة طينة. هنا بقى عملت ادي خروج 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 لغايه لما ايدي وقفت وبصوا كنت عايزه حد يعمل لي فيها مسيج. بس كده. وهبدا بقى اخلص الملوخيه اللي ورايا
والنهارده عايزه اقول لكم كان اليوم طويل بالنسبه لي، كان ورايا حاجات كتير، وعايزه اقول لكم غسلت طبعا ونشرت البلكونه اتملت غسيل، ومستنيه ينشف علشان المه واطبقه وادخله مكانه في الدولاب. فلا لا اليوم طويل بجد بجد. ربنا يا رب يدينا الصحة والعافية ويديكم الصحة والعافية يا رب، ويديم علينا نعمة، امين يا رب العالمين كلنا يا رب. عايزة اقول لكم والله الصحة دي نعمة نعمة بجد من عند ربنا، ويا رب دايما يدينا الصحة والعافية كده ونقدر يعني بس هو عايزة اقول لكم ان بجد ربنا بيدي كل واحد صحته على قد حياته، او على قد مش عارفة، بس الصحة دي بجد نعمة من عند ربنا، ويا رب دايما كلنا في صحة وفي ستر وفي راحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى صلوا على النبي، صلوا على النبي يا ولاد، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزه اقول لكم دول كده ال5 كيلو ملوخية، شايفين التعب بتاعي اللي انا تعبته؟ عايزه اقول لكم قعدت طول النهار بقطف فيها، طول النهار بقطف فيها، وغير كده كمان يعني طول النهار بقطف فيها، وغير قعدت ساعتين 3 اغسل فيها. انا هنا بشوف بقى ايه الكيس كده يعني اكلتنا. عايزه اقول لكم ان انا الكيس ده هعمله على يومين، على يومين وهيبقى منه كمان. آه بس كده عايز اقول لكم ان هي كده مش تاخد مكان، لان لما بنضربها في الكب او في الخلاط فبنحط لها ميه او شوربه يعني، ده او ده بس بتاخد مكان، لكن كده لا مش تاخد مكان. يعني مثلا لو انا عامله ال5 كيلو دول اهم في الخلاط بميه، لازم طبعا تحط ميه او شوربه، فهيطلعوا 10 أكياس. فانا عملتهم بصراحه كده على 5 أكياس، وكنت اعمل غدا النهارده، فاخدت لي بتاع 3 معالق كده او 3 معالق، وعملتها فلقيتها بصراحة ربت معايا كتير، فقلت انا حسيت ان انا حطيت كتير في الاكياس، فضميري انبني، فكنت عايزة اطلع افضل الاكياس، فقلت لا سيبها يا بنت ايه ببركتها كده، وناكلها بألف هنا وشفا. بس كده، ودي طريقتي في حفظ الملوخية. عايزة اقول لكم بحفظها كده، بتقعد معايا بجد من السنة للسنة. عايزة اقول لكم بقى لما باجي بطلعها بحط لها رشة كربونات صغيرة جدا. بس كده ال5 كيلو طلعوا لي دول الكمية ديت، وعملت برضو طبخة النهاردة منها. عايزة اقول لكم المعطر ده بجد عشقي. انا جبت الاول ازازة معطر من ده، عجبتني جدا، رحت بقى قمت جايبة 4. يعني انا جبت من المعطر 5، جبت الاول واحدة، بعد كده رحت جبت 4. وجبت برضو عايزة اقول لكم بجد بيثبت وحلو جدا جدا جدا. ما بلاقي الحاجة بصراحة بتعجبني فبجيب منها كمية واقول خليها. جبت برضو اللي هو الفينيك دوت اللي هو الخام، جبته برضو عشان انا بحب الفينيك، وبحب كل الحاجات اللي فيها روايح انا بعشقها. عايزه اقول لكم شفتوا الرشه اللي انا رشيتها دي بجد خيال بجد خيال. وطبعا بلمع بالرخامات بتفضل مخليه عند المطبخ ريحته تحفه. عايزاكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تستخسروش فيا لايك، وتكتبوا لي كومنت قمر زيكم. سلام يا احلى واجمل